السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفيل فيديو اللي غنهضروا فيها على لي بروتيز مامير اكسترن. شنو هما لي بروتيز مامير اكسترن؟ هما واحد السيليكونه كتباع كيديروها الناس اللي ولا العيالات اللي كان عندهم سرطان الثدي وحيدوا الثدي كامل، فكيديروها من تحت لي سوتيان غورج ديالهم. غنخلي لكم واحد الصوره ديالها هنايا في شي بلاصه. فهاد السيليكونه هذه عندها واحد مده الحياه ديال عام ونص ماكسيموم، ولكن تقدروا تحتفظوا عليها اكثر الى تبعتوا هاد الطرق اللي غادي نقول لكم. فاول طريقه هي حاولوا انكم منين تبغيو تحيدوا ديك السيليكونه ولا تردوها، حيت كتكون واحد لابواط ديالها منين كتكونوا في الدار ولا تبغيو تنعسوا او لا تبغيو تخرجوا، يا اما كتحيدوها من ديك البواطه ديالها باش تركبوها، او لا كتحيدوها من صدركم باش تردوها لابواط ديالها، ما كتنعسوش بها بيان سور. ف هذيك السيليكونه الا بغيتو تحيدوها ما تكونوش دايرين الخواتم بحال هكا، ما تكونوش مربيين ضفار كبار ولا دايرين لي فوزونغل اللي مقمقمين وبوينتو يقدروا يتقبوا السيليكونه ولا يشرطوها. مثلا بغيتي لابسه شي قفطان، كنتي معروضه باغا تثبتي درتك فوق القفطان، ولا باغا ديري شي اكسسوار تثبتيه فوق القفطان، حاولي ما امكن تفادي ديك المنطقه ديال الصدر ديالك، وزعما ما تثبتيش بالفنيته في ديك المنطقه اللي قريبه من ديك السيليكونه. اولا مثلا تبغيو تلصقوا بالبغوش شي اكسسوار ولا شي حاجه، فكاع هاد المسائل حاولوا تفاداو وتبعدوا على المنطقه اللي كتحيط بالصدر اولا بالمنطقه ديال السيليكونه بصفه خاصه. بالنسبه لك نتوما بليين بالسباحه ولا ناتاسيون، هذا حاولوا ما امكن ديروا سيليكون مامير اللي اكواتيك. كاينين جوج د النوع بحال الشكل ديال المكانه، كاينه المكانه اللي كتصبر الماء واخا تعومي بها، وكاينه المكانه اللي ما تقدريش تعومي بها. لا ميم شوز، سيليكون كاينين جوج نوع. كاين السيليكون كلاسيك اللي ما يمكنش تعومي به، واللي الا امتي به منين كتسالي العومه ديالك كيطلق واحد الريحه مزفره فيها الزفوريه، وكيولي داك الطبقه الفوقانيه ديالو فحال بابي جينيك منين كيقيس الماء كيبدا كيتحبب وكيتقلع بوحدو. فمن الاحسن ديروا لي بروتيز مامير اكواتيك اللي تقدروا تعوموا بهم، واللي ماشي سنسيبل للكلور، بالعكس ريزيستون، تعوموا بهم وتبقاو بهم في الماء قداش ما بغيتو، العكس ديال لي بروتيز مامير كلاسيك. نورمالمون منين كتشريو ديك السيليكونه كتشريو معاها شامبوان ديالها وواحد لابغوس. فمنين تبغيو تغسلوها عرضوها بعدا، اول حاجه عرضوها لتحت الروبيني، والروبيني الماء يكون ماء بارد، ماشي ماء سخون ماشي ماء دافي، بارد. عرضوها لتحت الروبيني، ديروا عليها واحد القطره ديال الشامبوان، غير شي شويه، غير قطيره، كتكون ديك لا بومب غير بومبا وحده. ابري بروسو مزيان 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 مزيان، سورتو البلاصه اللي كتكون اون كونتاكت مع اللحم، حيت كتبقى تجمع العرق والبكتيريا. فبروسيوها مزيان، تبقاو تبروسيو لمده واحد دقيقه ولا جوج دقائق تيبان لكم داك الصابون بدا كيرغوي مزيان. ابري منين وكما قلت لكم ركزوا على البلاصه اللي كتكون اون كونتاكت مع اللحم. ابري كتعرضوا هذيك السيليكونه لتحت الروبيني وكتخليوها حتى كتغانسا مزيان، ما تقيسوها ما تفركوها ما حتى شي حاجه، ما تعصروها ما حتى شي حاجه، غير عرضوها حتى تسقطر مزيان، حتى تشلل مزيان، تتبان لكم كتقشقش ما فيها لا رغوه لا والو. ابري هزوها وعرضوا من تحتها واحد الفويطه وحطوها فوق ديك الفويطه وخليوها تنشف راسها مع الهواء ديال سيدي ربي، ومنين تنشف هزوها وردوها لابواط ديالها. تو سامبلومون عندكم تلبسوا السيليكونه وتمشيو بها للحمام ولا تمشيو بها لي سونتر دو برونزاج ولا تمشيو بها للسونا، ف ديكونسيي مليون في المية. حاجه واحده اخرى، ما ديروش طالك ولا شي زيت ولا شي كريم على اساس زعما ديروها من تحت ديك السيليكونه باش تلصقوها نيشان على لحمكم. بالعكس هذوك لي برودوي غير غادي يضيعوها لكم وغادي يخليو فيها واحد الريحه اللي خايبه. بالعكس il suffit انكم تنظفوها مزيان وتلصقوها وتنشفوها مزيان وتلصقوها ديريكتومون. بالنسبه لكيفاش نحتفظ على السيليكونه ديالي، فوقيته د البرد عادي حطوها في لا شامبر ديالكم ولا في البلاكار ديالكم عادي. بالنسبه لوقيته د الصيف ضروري تحطوها في الباب ديال الثلاجه، حيت السيليكون هذاك السيليكونه وداك المواد مناشيه مصنوعه ما كيتحملوش الحراره، ما كيقدروش يعيشوا اكثر في درجه حراره تكون عاليه ولو غير شويه. كذلك هذوك واحد لي
سوتيان غورج اللي كيكون لاصقه فيهم يا اما بونجا ولا سيليكونه يعني داخله فيها. فهادوك منين تبغيو تغسلوهم ضروري تغسلوهم بيديكم، ماشي في لا ماشين، ماشي في لحقا نديرهم في واحد الصاك ونخشي الصاك في لا ماشين، ما كاينش كاع داكشي. وضروري تغسلوهم بالصابون د الحجره ضروري، وتخليوهم ينشفوا في الشمس حيت كيكونوا اون كونتاكت مع هذيك البلاصه، واصلا مع ديك الفتحه ديالكم، وديك البلاصه اصلا كتبقى سنسيبل. فمن الاحسن تكون ايجيان لي ريغوروز وتردوا بالكم لهاد القضيه هذه. وماشي غير لي سوتيان غورج، اي حاجه غتلبسوها منها لحمكم ضروري تكون مغسوله بصابون د الحجره، وتكون منشفه في الشمس، ماشي جافيل، ماشي قوه المساحيق اللي فيهم دي برودوي ما نعرف شنو. صابون د الحجره، مياه دافيه وشميشه. وكاين عاوتاني القضيه الاخرى انك ديري العمليه مثلا بالنسبه للشابات اللي مازالين صغار، مازالين متزوجوش، مازال يعني العامل النفسي كيلعب دور كبير، باش ان مازال في العشرينات ديالها ولا الثلاثينات ديالها ولا الاربعينات ديالها ولا حتى الخمسينات، وكتشوف راسها ولا واحد العضو ديال الانوثه ديالها مبتور، فماشي سهله انها تقبلها نفسانيا. فكتقدر تانفيزاجي مع الطبيب ديالها واحد يعني الزراعه ديال الثدي. بهكذا غنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم. قبل ما نختم لا فيديو عندي واحد لو بوين بغيت نقوله، هو انني انا ما كنتمي حتى شي جمعيه، ما عندي علاقه بحتى شي جمعيه. بزاف ديال الناس كيقولوا لي في الخاص واش عندك شي جمعيه، واش الله يحسن العوان. صعيب الحال بالنسبه للناس اللي على قدهم وما يقدروش يتحملوا تكاليف ديال العلاج، فالله يحسن العوان وربي يعين كل واحد. فانا ما كنتمي حتى شي جمعيه، انا فقط ممرضه كنتقاسم هذاك شويه ديال العلم اللي عارفه كنتقاسموا مع الناس. بزاف ديال الناس عارفه انهم محتاجين لهاد المعلومات هادو، فكنتقاسمهم معاهم فقط. ما عندي حتى شي علاقه بالجمعيات. وبهكذا غنكون ختمت لا فيديو ديال اليوم. نتمنى انني كنت خفيفه ظريفه عليكم، ونتلاقاو في فيديو ماجيه ان شاء الله.